وهنبدأ بقى أكلتنا بالصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. هنعمل النهاردة أحلى صينيتين يا جماعة هيرجعونا لأيام زمان، ريحة الخبيز وريحة الجدود اللهم بارك، ريحتهم روعة جدا. وكان لازم كل ما نيجي نخبز لازم نعمل الصينيتين دول يا جماعة. أول حاجة عندي على البوتاجاز صينية بحط فيها زيت مع بصلتين كبار متقطعين عليهم قرن فلفل أحمر، وبنزل عندي بشوحهم كويس مع معلقة من الملح وكمان شوية من الفلفل الأسمر، بنزل عليهم بمعلقة كبيرة من التتبيلة ومعلقة صغيرة من البابريكا ومكعبين مرق الدجاج، بديهم تشويحة الأول كلهم مع بعض، وبنزل عندي بعصير طماطم. أظبط بقى عندي هنا معلقة صغيرة من الملح وكمان الكمون والفلفل الأسمر، لو احتاج ملح حطي مفيش أي مشكلة خالص. أسيبها بقى عندي تتسبك وأحط عندي معلقة صغيرة من التوم، وبنزل عندي بكوباية من المية مكان التوم يا جماعة، مكان الهون، تدي نكهة مميزة جدا. أول ما بتغلي معايا غلوة كده بسيطة بحط عندي كوباية من الرز، وبحط عليها كمان نص كيلو من البطاطس متقطع صغير، وبزينها كده بشوية من الفلفل مع شوية من الزيت واغطيها بالفويل وادخلها الفرن. تاني صينية عندي كيلو لبن بنزل عليه بكوباية سكر و3 معالق كبار من الكاستر الفانيليا. ما شاء الله. تعالوا بقى هنا عندي كوباية رز أنا نقعتها لمدة نص ساعة، بنزل عليها بمعلقتين كبار من أي مكسرات عندك، أنا حطيت هنا مكسرات مشكلة. ما شاء الله. بدوب بقى اللبن كده مع شوية من الفانيليا، اللهم بارك، وبنزل بقى بخليط اللبن مع الرز كده. ما شاء الله. شايفين يا جماعة بيبقى خطير جدا. وعلشان أعلي التست معايا جدا بحط عندي معلقة سمنة كبيرة بلدي وادخلها بقى الفرن، بتطلع خطيرة جدا يا جماعة. أول صينية معايا البطاطس استوت وبقت روعة جدا ما شاء الله، وكمان الرز المعمر معايا طلع من الفرن سخن جدا، اللهم بارك. شايفين يا جماعة ريحة زمان وبركة كده الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، حاجة كده طالعة تفتح النفس، اللهم بارك. وكلنا طبعا في الفلاحين عارفين أحلى الأكلات يوم الخبيز، ودي بقى من أحلاهم وأجملهم، اللهم بارك. الرز مستوي جدا معايا وطعمه مميز جدا والسكر مظبوط معايا جدا يا جماعة. وأنا هنا كمان لدنت عندي شوية كده من العيش البلدي العادي بتاعنا، اللهم بارك. صينية البطاطس دي بقى يا جماعة بتتاكل بالعيش، جميلة جدا اللهم بارك. حابين بقى تاكلوها بالمعلقة مفيش أي مشكلة خالص، بس حلاوتها بقى بالعيش الملدن يا جماعة، اللهم بارك. شايفين أحلى أكل يرجعنا لأيام زمان ما شاء الله. شايفين يا جماعة أنا هوريكم دلوقتي البطاطس لما بطلعها واحطها على العيش وتاكلوها كده بالعيش الملدن الجميل، بصراحة أكلة خطيرة جدا. أتمنى حضراتكم تجربوها، وأتمنى مش تنسوا تكتبوا لي تعليقاتكم على الفيديو، وأتمنى حضراتكم تتابعوني على اليوتيوب. شايفين يا جماعة ما شاء الله شكل البطاطس خطيرة جدا، اللهم بارك، روعة، حاجة كده تفتح النفس كده وترجعنا كده لأيام الجدود، اللهم بارك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.